ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض القرنبيط، الخلطه بتاعه القرنبيط. القرنبيط موجود كتير جدا في السوق وجميل، وتقدري تخزنيه زي في اي وقت. وده احسن وقت يعني تخزنيه فيها عشان تستخدميه في اي وقت. انا جبت بتاع حوالي نص كوبايه دقيق، عليه بيضايه، وهحط بقى التوابل بتاعتي. اي حد يحط التوابل اللي هو حبيبها. انا حطيت ملح وفلفل وكمون ومرقه، يعني مش بيضخ على الطعم قوي، وفي نفس الوقت ايه مش مخلي الطعم وحش، بيخلي طعمه زيه زي البانيه بالظبط. الاطفال عيالي بيحبوه جدا بالطريقه ديت، وهو طريقته حلوه. يعني انا كنت زمان وانا واخواتي بنتخانق على حاجه زي على القرنبيط بالذات بالخلطه ديت. حطيت شويه ميه عشان القوام بتاع الخلطه دي المفروض يكون عامل زي البشاميل التقيل عشان القرنبيطه تمسك فيه. القرنبيط فوائده كتير جدا يا بنات. القرنبيط فيه مضادات أكسدة، فيه فيتامينات كتير جدا، فيه فوسفور، فيه فيتامين كاف. ده غير ان هو بيحمي من الامراض السرطانية وخاصة سرطان الثدي. ربنا يعافينا ويشفي عنا ويشفي عن مرضنا كلنا ويبعد عننا كل شر. زي ما انتوا شايفين يا بنات، اللي عندها مضرب طبعا تستخدمه، هيبقى اسهل لها ومش هتتعب نفسها قوي. ده القرنبيط اللي انا مخزناه، بديله نص غلي، نص بيغلي، يعني نص سلقة كده مش سلقة كاملة، في مية وكمون، وبحطه في اكياس. وعادي بعد كده ايه بطلعه في اي وقت زي ما انتوا شايفينه كده، واسيبه اهو. هحطه في الخلطة وهسيبه لغاية لما يفك، وبعد كده هحمره بعد ما يفك، وفي نفس الوقت يكون شرب الخلطة وهيبقى جميل. الخلطة لازم تكون لازقة فيه كده. بعد كده يا بنات هنروح نحمره. هو يعني المفروض يتحط في زيت غزير اكتر من كده، بس احنا بنوفر الزيت برضو لان ازازة الزيت بقت ب50 جنيه دلوقتي. فربنا يكون في عون ازواجنا كلنا، عشان يعني ايه مش عايزين ده سندنا وظهرنا يهربوا مننا، عايزينهم برضو ايه نقدر ان احنا ايه نبسطهم. وادي القرنبيط شكله النهائي، وبالهنا والشفا. يا رب يعجبكم.